لو الحكاية فيها إن فيتو. بداية بقى يعني عايزة أعرف من حضرتك واحنا دلوقتي مقبلين أو بدأنا خلاص فصل الشتاء وبدأت نزلات البرد بقى تكتر بالنسبة للأطفال الصغيرين. فبالنسبة للطفل ازاي أنا أقي الطفل الرضيع أو اللي لسه يعني أيام على ولادته من نزلات البرد، وازاي أحافظ عليه أو أديله وقاية قبل ما أديله، هل من خلال أطعمة معينة أو كده؟ بصي، هو الطفل الرضيع احنا بنتكلم مع الاول 4 شهور دي ما فيش اطعمه بنديها بتقي البرد، لان هو بيبقى يعني بيورلي لبن الام. لبن الام ده عباره عن اكل الام، يعني ممكن الام هي تاكل بقى مالتي فيتامينز، فيتامين سي طبعا ده مهم جدا اصلا في ان احنا نقي البرد بتاعه، كل الحاجات الخضراء الخضروات الحاجات اللي هي فريش يعني دي فيها المالتي فيتامينز. لا ده انا قصدي على الرضيع، الام هي تاكل ده، اما يبتدي بقى يبقى ياكل نبتدي احنا بقى ندخله الحاجات دي. ماشي. فيتامين سي بنأخره شويه عشان بس في اطفال بتبقى فيتامين سي دي بتكسر لها كرات الدم الحمراء اللي هي بيبقى عندهم حاجات ناقصه في الهيموجلوبين، فبنقللها يعني بنديها مثلا على الشهر السابع الثامن. عصاير بقى برتقال مثلا، ليمون، كل الحاجه اللي هي لونها اورنج تحتوي على فيتامين سي. والحاجات الفريش كلها دي بقى مالتي فيتامينز، دي اللي بتخلي المناعه بتاعه الجسم. اوريدي البيبي اللي بيرضع من مامته برده بيبقى مهم جدا في تكوين المناعه بتاعته، يعني غير البيبي اللي هو بيرضع صناعي، يعني هتلاقي البيبي اللي بيرضع صناعي عرضه لنزلات البرد والشست انفكشن والحاجات دي كتير قوي عن الاطفال اللي بترضع طبيعي، لان اوريدي بيبقى واخد يعني المناعه من مامته بالظبط. بالظبط مهم جدا، مهم قوي حقيقي. ما ياخدش ادويه، ياخد ادويه وقائيه قصد حضرتك؟ ادويه من الدكتور مثلا يروح يكشف عليه يديله ادويه وقائيه ولا علاجيه؟ لا علاجيه، ممكن في دكتور لا علاجيه طبعا لو هو عنده حاجه، يعني مثلا لو عنده راني نوز اوكي هنكتب له، لكن لكن مثلا لو بيبي بعد سنه او سنتين احنا مشخصين مثلا اللي هو ده البيبي ده عنده ازمه برونكيال ازمه مثلا، فانا باجي في السيزونال فاريشن ده ماشيه على حاجات وقائيه بحيث ان انا ما اخلوش يدخل في ازمه واعالجه. لكن للبرد العادي اللي هو الراني نوز والحاجات دي طبعا مش بدي حاجات وقائيه لان ده فيروس حقيقه يعني، فالفيروس بيحور نفسه، فانا مفيش حاجه معينه بديها تقي، بس انا بزود مناعته ان انا بدي المالتي فيتامين زي ما قلت، بدي فيتامين سي ده مهم جدا اصلا في البرد، بدي الفريش فيجيتابل بقى يعني بخليه ده بعد سنه، قبل سنه او في فتره الرضاعه بخلي الام هي بقى اللي تاكل الحاجات دي. طب هل ممكن اديله برضو يعني ادويه او مثلا فيتامينات يعني كشرب او فيتامين سي بالاضافه للاطعمه؟ فيتامين سي بنأخره شويه بعد 6 شهور، ممكن مالتي فيتامينز نديه في الاول ممكن. يعني مثلا برضه مضاد حيوي للاطفال الرضع؟ مضاد حيوي بس دي لحالات معينه، يعني المضادات الحيويه احنا في الاول في اول شهرين الصراحه المضادات الحيويه ما بتبقاش بتمتص كويس عند الطفل، فاحنا دايما بتلاقينا بندي عضل مش بندي بالفم. احنا لينا كارتيريا معينه في المضاد الحيوي، يعني لازم بيبي يبقى احنا مشخصين ان هو حاجه بكتيريا مش فيرال، لان يعني ما نقول مثلا 60% من النزلات البرد بتبقى فيرال حقيقه، والفيرال ملوش علاج معين لان الفيرال ده يعني ممكن بعد 5 دقائق يحور نفسه يبقى حاجه ثانيه، فما فيش علاج بيطلع ان احنا يقي اجينست الفيرال. لكن البكتيريا فيها حاجات، وفيها طبعا التطعيمات اللي بتتاخد ضد الانفلونزا والحاجات دي بعد كده.